محمية ضانا. تعتبر محمية ضانا للمحيط الحيوي أكبر محمية طبيعية في الأردن، وتغطي نحو 320 كيلومتراً مربعاً من الجبال الخلابة والوديان على طول وادي الصدع العظيم، من الكثبان الرملية الحارقة في الغرب إلى قمم الجبال الباردة في الشرق. تعد محمية ضانا للمحيط الحيوي موطناً لمجموعة كبيرة ومتنوعة من الحياة البرية، ففيها مجموعة من النباتات والحيوانات المميزة من الصحراء ومن غابات البحر المتوسط ومن السهول الروسية الجافة، فهي بوتقة تنصهر فيها الأنواع من 3 قارات: أوروبا وأفريقيا وآسيا. فحتى الآن تم تسجيل ما مجموعه 700 نوع من النباتات، و190 نوعاً من الطيور، و37 نوعاً من الثدييات، و36 نوعاً من الزواحف في المحمية، وهنالك 25 نوعاً منها معرض للخطر، بما في ذلك القط الرملي، الذئب السوري، وطائر العوسق الصغير، والسحلية شائكة الذيل. يمكن لهذه الحيوانات إن لم تتوفر لها رعاية خاصة أن تختفي للأبد من على وجه الأرض، الأمر الذي يجعل من محمية ضانا مكاناً مهماً للعالم. تطل منطقة قرية ضانا على وادي ضانا الرائع، وقد تم استيطانها منذ حوالي 4000 عام قبل الميلاد. وتشير الأدلة الأثرية أن حضارات العصر الحجري القديم المصرية والأنباط والرومان استوطنت المنطقة لما فيها من تربة خصبة وينابيع مياه، ولموقعها الاستراتيجي. معظم سكان قرية ضانا استقروا في المنطقة خلال العهد العثماني قبل حوالي 400 عام، وهم من قاموا ببناء القرية الحالية. وقد انتقل العديد منهم إلى قرية مجاورة اسمها القادسية بحثاً عن العمل والمدارس وسكن أفضل، وكادت قرية ضانا أن تهجر، ولكن تم ترميم ما يزيد عن 70 منزل في القرية لتمكين بعض العائلات على البقاء في القرية. ويتوفر في المحمية مركز للزوار مجهز بكامل الخدمات الفندقية والسياحية، إضافة إلى متجر لبيع المنتجات والإكسسوارات المصنعة من مواد طبيعية مستخرجة من نفس المحمية. وتستقبل محمية ضانا آلاف الزوار سنوياً من عشاق الطبيعة، كما تتوفر فيها عدة أماكن للتخييم والإقامة بين أحضان طبيعتها الخلابة.